أهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم لازانيا بطريقة مختلفة خالص. لازانيا في البيت من أول العجينة لطريقة التقديم الجميلة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنعملها على ايدينا واحدة بواحدة. هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق. اللازانيا طبعا في البيت حاجة تانية، هتدوقوها هتلاقوا طعمها حلو جدا. بظهر الكوباية كده اللي بنعاير بيها هنعمل حفرة في الدقيق كده، وبعدين هنستخدم 3 بيضات كاملين طبعا. وبعدين هنستخدم 2 من صفار البيض، هنحطهم في النص كده، وعصرة ليمونة عشان البيض ما يعملش زفارة معانا. الناس اللي بتقول اللازانيا صعبة في البيت هنعملها مع بعض واحدة بواحدة. هنقلب الصفار كده مع بعض بحيث يختلط كويس مع البياض، وبعدين هنعمل الحركة الحلوة دي اللي بتخلي الدقيق يختلط واحدة واحدة. احنا بنعمل ايه؟ بناخد شوية بالشوكة كده ونخلطهم مع البيض، ونحاول ما نوقعش بيض بره. ناخد شوية من الدقيق وندخلهم نخلطهم شوية شوية كده لحد ما العجينة تتقل معانا. ولو طلع اي صفار بيض بره مفيش اي مشكلة، عادي هنتصرف معاه بهدوء خالص، ما ننزعجش يعني، مش مشكلة. هنفضل نخلط زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين بقى هنعجن بايدينا. هنلم الاول الدقيق. انا استخدمت القطاعة البلاستيك اللي بقطع بيها، وبعدين هبدأ اعجن بايديا. دلوقتي هنبدأ نضيف معلقة كبيرة من المية ونعجن. هي العجينة بتاعتها كده لازم تطلع جامدة. انا مش عاوزة اطول عليكم في الفيديو. خلاص هنعملها على شكل كورة كده ونسيبها في كيس بلاستيك ترتاح حوالي ربع ساعة. خلاص هي ارتاحت العجينة، هنبدأ بقى نفردها. شايفين لونها حلو ازاي وطرية، عشان تسهل علينا عملية الفرد. انا هحاول ابططها كده شوية بايدي عشان انا هستخدم المكنة بتاعة المكرونة، وافردها شوية بالمردنة عشان تدخل في المكنة. لو لقيناها تخينة معانا نقطعها نصين، مفيش اي مشكلة. هنفردها لحوالي سمك سنتي كده، وانا جبت المكنة جهزتها. هندخل المكرونة فيها ونبدأ نلف. طبعا اول واحدة بتبقى صعبة علينا شوية عشان بتبقى لسه تخينة على المكنة. وهبدأ ألف. طبعا المكنة بتاعتي أنا عشان أعرف أصور مش مثبتاها، المفروض بتثبت كويس، بس أنا عاوزة أوري لحضراتكم ازاي بتطلع منها. ولو حصل معاكم زي ما حصل معايا كده هتطلع اللازانيا زي ما حضراتكم شايفين شكلها، مفيش أي مشكلة لأنها لسه هتتفرد كذا مرة بعد كده، وهتبقى ناعمة وجميلة وهتشوفوها في الآخر. زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي مشكلة اللي يحصل لها ده كده. احنا لسه هنفردها كذا مرة تاني زي ما قلت لحضراتكم. هقطعها كده عشان تسهل عليا عملية الفرد. وطبعا المكنة نسيت اقول لحضراتكم بنستخدمها على اول رقم عشان نبدأ نقل بالرقم كده لحد ما تخف معانا العجينة، اللازانيا تبقى رفيعة يعني زي ما حضراتكم شايفين. انا قطعتها كده على شكل مستطيل تقريبا، وهدخلها تاني
ونفضل كده بقى ندخلها كذا مرة، وطبعا في كل مرة ندخلها ونطلعها نرشها بدقيق سميد. لو ما عندناش دقيق سميد ممكن نستخدم دقيق عادي، عشان طبعا لما تتفرد هتبدأ تلزق معانا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بدأت ترفع. انا كل شوية بضيق المكنة، والمكنة دي رخيصة، مفيش اي مشكلة ان احنا نجيبها ونعمل لازانيا حلوة في البيت. وبعد كده ان شاء الله هنعمل مكرونات تانية كتير. شايفين بدأت تخف ازاي؟ مش هتصدقوا اللي انتوا عملتوها في البيت. كل ما تبدأ ترفع معانا كده وكبرت كده معانا لازم نرشها علشان ما تلزقش مننا. شايفين طولت خالص، هنبدأ نرشها بدقيق السميد واتنيها، مفيش اي مشكلة، مش هتلزق مننا. بعد كده طبعا هنقطعها حسب التقطيع اللي احنا عاوزينها. انا دلوقتي هقطعها كده مؤقت، بعدين في الاخر هسويهم كلهم مع بعض. انا قطعتها عشان تبقى سهلة عليا في الفرد. هندخلها تاني المكنة. شايفين شكلها؟ ندخلها كمان لحد ما نحس انها خلاص بقت شفافة شوية. نحط صوابعنا من وراها كده نحس ان هي شفافة، وخلاص المكنة ما بتجيبش النتيجة معاها اهي زي كده. شايفين صوابعنا بتبقى باينة من وراها. نشوف كده من زاوية تانية عشان تبان اكتر. انا احاول اصور لكم شكلها على قد ما اقدر عشان تقدروا تستفيدوا من الفيديو. نحاول نقطع زيادات كده من الجنب، يعني نحاول نسويها على قد ما نقدر على شكل مستطيل. دلوقتي بقى هنحضر حشوة اللازانيا باللحمة. هستخدم تلت كوباية من الزيت في طاسة على النار، وهنزل بكيلو من اللحمة المفرومة ونقلبها كده. لما لونها اتغير كده اللحمة هننزل عليها بكوباية من البصل المفروم ونقلب. دلوقتي هنضيف معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونقلب كله مع بعض. دلوقتي هنضيف كوباية من عصير الطماطم مع الصلصة. أنا بخلط الاتنين مع بعض في الخلاط، يعني كوباية عصير طماطم مع معلقتين صلصة كده، حسب طبعا نوع الطماطم اللي احنا بنستخدمها. ساعات بنستخدم طماطم حمرا مش محتاجين للصلصة. بعدين هنضيف تلت كوباية من المية عشان اللحمة كده تتسبك وكل المقادير تختلط مع بعض. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هنشيلها من على النار. دلوقتي بقى هنجهز صوص البشاميل.
هنستخدم كوباية من الزيت، كوباية من الدقيق، ونقلب. نستخدم المضرب طبعا عشان الزيت يختلط بالدقيق كويس ما يكلكعش مننا. احنا عملنا البشاميل كذا مرة، عملنا مكرونة بشاميل قبل كده، هحط الفيديو لحضراتكم فوق على اليمين في الشاشة. دلوقتي هنضيف 6 كوبايات من اللبن تدريجيا مع التقليب. نفضل نقلب كده وهو على نار هادية لحد ما نوصل للكثافة اللي احنا عاوزينها. يعني البشاميل ما يكونش تقيل ولا خفيف، لانه لسه بيتقل لما يدخل الفرن. خلاص هو جاهز عندنا. هنحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الملح، ونقلب كده. لو مش عاوزين الفلفل الاسود يبان في البشاميل ممكن نستخدم فلفل ابيض. خلاص هو ده السمك اللي انا عاوزاه. هشيله من على النار. ودلوقتي هنبدأ نجهز اللازانيا. اللازانيا عملتها مستطيلات زي ما حضراتكم شايفين، ودي خلطة اللحمة. انا هقدمها بشكل مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. هحط اللحمة كده وهنعملها رولز، بس لما نحط طبقة تانية من اللازانيا. شايفين بتبقى طرية ازاي وبتسهل علينا. انا هجهز هنا بايركس اللي هستخدمه، واحط فيه شوية من خلطة اللحمة في بايركس كده. هحط شوية من البشاميل على اللازانيا، مش كتير، وشوية من البشاميل في البايركس اللي هستخدمه. دلوقتي هنحط شوية من جبنة الموزاريلا، وبعدين هحط ريحان. وهنبدأ نلف كده واحدة واحدة زي ما قلت لحضراتكم، هنعملها بشكل مختلف. شايفين شكلها؟ شكل جديد بيبقى حلو كده على السفرة. ونرصها في البايركس كده. انا عملت واحدة كمان بنفس الطريقة. هنبدأ نرص في البايركس كله زي ما حضراتكم شايفين. واحط شوية من الجبنة الموزاريلا. ما نحطش كتير عشان ما تغطيش شكل اللازانيا. بعدين هنحط بشاميل في الفراغات كده. هنحط ريحان على الوش كده. وبعدين هندخلها الفرن درجة حرارة 180، بتقعد نص ساعة وبتطلع بالشكل الحلو ده، وريحتها مالية الدنيا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ مش هتصدقوا ان انتوا عاملينها في البيت وبطريقة سهلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.